اليوم يحملنا نسيم الصباح على أجنحة ندية مع تباشير الخير والعطاء التي هبت من أرض الكرم والجود. تجسدت ملامح ذلك في وصول طائرتي إغاثة مقدمة من الأشقاء في الإمارات العربية المتحدة قبلتا أرضية مطار الحديدة الدولي، إسهاما منهم في لملمة جروح المكلومين النازحين جراء الفتنة بمحافظة صعدة. الأولى حطت على متنها كميات كبيرة من المواد الإيوائية المتكاملة وبمختلف الأنواع، كما حملت مولدا كهربائيا بقوة 600 كيلو واط. وما هي إلا دقائق لم يكمل العمال إفراغ حمولة الأولى بعد، حتى أطلت برأسها الطائرة الأخرى تحمل على متنها كميات من المواد الطبية والغذائية. أيادي العون والإغاثة كانت حاضرة في المطار لاستقبال الطائرتين. هذه الأيادي تتمثل في هيئة الهلال الأحمر الإماراتي صاحبة المكرمة، ويمثلها اليوم نائب رئيس وفد الهيئة صالح الجابري، فيما يمثل الجانب اليمني مؤسسة الصالح الاجتماعية للتنمية التي نالت وسام ثقتي من قبل هيئة الهلال الأحمر الإماراتي. هي الأخرى كانت حاضرة ويمثلها مديرها التنفيذي علي عبد الرحمن الأكوع. المؤسستان وبتناغم مشترك كانتا قد بدأتا منذ أيام إرساء دعائم مخيم جديد بمديرية حرب تكفلتا به من حيث الإنشاء والإدارة، واستكمالا بتوفير التغذية وتوصيل الخدمات اللازمة من مياه وصرف صحي وكهرباء وصحة وتعليم. طبعا هذه الطائرة الرابعة اللي وصلت خلال أسبوع فقط. انتهينا احنا من مرحلة التحضير والتخطيط، والآن احنا في مرحلة التنفيذ. الحمد لله في خلال هذا الأسبوع الآن سيتم تسوية الموقع وتسويره، وإن شاء الله خلال 3 أيام إنشاء المخيم نفسه، والآن تتواصل هذه القوافل لاستكمال إنشاء المخيم اللي هي الخاصة بالمواد الغذائية وبقية الأشياء التي تخص المخيم. طبعا هذا المخيم سيكون مركز انطلاق لبقية المخيمات الأخرى، حيث أن احنا سنقوم بدعم هذه المخيمات بهذه المواد الغذائية لمخيم المزرق إن شاء الله خلال 3 أيام القادمة. قيادة محافظة الحديدة والسلطة المحلية تعمل جاهدة على تهيئة الظروف وتسهيل إجراءات عملية الاستقبال، حيث أشادت بالجهود الإنسانية للأخوة في الإمارات المعززة للعلاقات المتينة بين البلدين الشقيقين. أولا العلاقات الأخوية هي وثيقة، وما تقدمه الإمارة الآن هو الدليل واضح على مدى الوشاج بين الدولتين، من رئيس إلى حكومة إلى شعب. ودائما الإمارات إيجابية في مواقفها، ودائما مواقفها حميمة، ومواقفها تنم وتدل دلالة قاطعة على ما تتمتع به هذه الدولة من حسن إدارة وشعور غير عادي بوشاج العلاقة الدينية كمسلمين وقومية كعرب. وفي سباق مع الزمن تنقل المساعدات فورا على متن هذه الشاحنات التي بدورها تقلها إلى مديرية حرب والموقع الذي ينشأ فيه المخيم.